السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات، وكل يوم بنزل لك لعبة جديدة ازاي تربح منها فلوس وازاي تسحب الفلوس وازاي تعمل كل حاجة في اللعبة وتنفذ كل مهمات اللعبة بكل التفاصيل وباسهل الطرق ممكنة. ودي لعبة النهاردة، هي اللعبة عبارة عن انك بتجمع اللي هما الالوان اللي زي بعض، زي ما انا عامل كده رقم 7 رقم 8 زي ما انا عامل بالظبط رقم 12 وهكذا، ورقم 10 برضو بتجمعوا هنا لون، رقم 12 لون، 7 لون، 8 لون، واحد. يعني هم ارقام كتير. وعندك هنا برضو في صناديق هنا متقفله، انت اول ما بتلعب ما بيظهرش ليك ده، لان انا اصلا في المستوى ال 12 وداخل على المستوى ال 13. يعني انا لعبتها لحد ما فتحت الصناديق دي كلها علشان اجي اشرح لك واقول لك ايه المشاكل اللي واجهتني وازاي حليت المشاكل دي واشرح لك كل حاجه في اللعبه. فانا لعبت وعرفت وحليت كل المشاكل اللي واجهتني وجيت اعرفها لك في الفيديو ده علشان تكون عارف كل حاجه. اول حاجه بيظهر لك عشوائي، زي ايه؟ ما بيظهرش لك الارقام دي مترتبه زي كده، لا انا اللي مرتبهم، فمش هيظهر لك كده، وما هيظهر لك عشوائي زي ده كده او ده، او ممكن يظهر لك مثلا واحده صفرا على واحده خضراء على واحده حمراء، الوان يعني بتبقى مخلوطه وانت تبدا ترتب زي دي كده. يعني مثلا لما بعد ما بترتب زي ده بتضغط على كلمه دمج، هتلاقيهم اختفوا وظهر لك الوان تانية. تمام. بعد ما بيظهر لك الالوان دي كده، بص لو جيت تبص هنا هتلاقي المستوى ال 12 خلص و 13 خلص. تمام. وهنا برضو كل مستوى يعني هنا المستوى دي المستوى ال 12 خدت عليه جايزه اللي هو الالماظ اللي هي الفلوس دي، وهنا برضو خلصتها بس ما خدتش اي جايزه. بعدها على طول 15 هاخد جايزه، هخلص ال 14 واخش على 15 هاخد جايزه الماظ هاخدها. ودي الالماس دي فلوس تقدر تسحبها، ودي برضو العمله الخضراء دي فلوس وتقدر تسحبها. المهم هنخش في الموضوع بتاعنا. هنا في كلمة فتح باللون الأصفر، لو ضغطت عليها هيفتح لي صندوق. يعني مثلا لو جيت ضغطت كده بص فتح لي صندوق جديد اهو، أقدر أحط فيه أي لون من الألوان دي. يعني مثلا نحط اللون الأصفر زي ده، نضغط عليه ونضغط هنا كده حطيت الأصفر، نحط ال 12 هنا وبترتب كده زي ما قلت لك. بعد ما بتخلص وتلاقي فيه لون أصفر بدأ هنا يبان حوالينها كده، تضغط على كلمة دمج. لما بتضغط على كلمة دمج أنت كده ربحت فلوس من العملة الخضراء، بتبدأ ترتب زي ما قلت لك كده. كلمة الاتفاق دي بتجيب لك الوان، يعني مثلا كده انت خلاص خلصت مفيش الوان تانية عشان تحطهم على بعض، فبتضغط على كلمة اتفاق بيظهر لك الوان تانية اهو، بتبدأ بقى انك ترتب زي ما قلت لك. تمام. وهنا برضو في هنا اللي هما الحاجات الصناديق دي، في اول صندوق دي مقفول يعني مش هينفع نفتحه. تمام. في تاني صندوق بيقول لك شاهد فيديو وهيتفتح لك، بس هيتفتح لك لمدة لحظة واحدة. يعني ازاي؟ يعني مثلا ترتب فيه زي كده وتروح جاي عامل كده لحد ما يظهر لك كده، وبعد ما رتبت فيه يعني اعتبر الترتيب ده موجود هنا. تمام. في اللي هو فتح هيقول لك شاهد اعلان وهيفتحها عليك زي ما دي كانت مفتوحه لينا. تمام. وبعدين انا رتبت مثلا فيها زي كده وعملت دمج، هتروح مقفوله تاني. يعني دي هتروح مقفوله تاني، هتتقفل زي دي، تبقى عامله زي دي، وهيرجع دي هي اللي عليها الاعلان. يعني هيجي عليها اعلان ويقول لك عشان لو عايز تفتحه وهكذا، ويرجع تاني لحد هنا ويعملها لك بالترتيب. تمام. وبعدين لو جينا ضغطنا على السهم اللي هنا موجود في اعلى الشاشه ده، لو ضغطنا عليها يظهر لك الواجهه دي فيها المهمات اليوميه، دعوه الاصدقاء، المطابقه دي يعني هقولها لك اشرح لك كل حاجه برضه. اول حاجه هنخش على المهمات اليوميه. بعد ما ضغطنا على المهمات اليوميه هنا في 5 مهمات يوميه. اول حاجه شاهد فيديو، ده اول حاجه. تحتها الارقام الترقيميه، وبعدها على طول الهدايا المفتوحه، وبعدها على طول الوقت المتواجد على الانترنت، وبعدها على طول دعوه الاصدقاء. اول حاجه هنخش على اول حاجه اللي هي شاهد اعلانات. يقول لك شاهد 5 اعلانات. هبقى انا مثلا يعني لو جيت اعمل اذهاب لاكمال هيظهر لي اعلان هسمعه واجي لك على طول. وبعد ما سمعت الاعلان هضغط على علامه اكس اللي فوق دي كده علشان اطلع من الاعلان، وطلعني من الاعلان. هتلاقي بص الجايزه جات لها بقت كام دلوقتي. لو جينا نزلنا لحد تحت هنلاقي شاهد اعلان بقت 1/5، وجينا هنا في عد تنازلي بيحصل لمده دقيقتين. بعد ما الدقيقتين يخلصوا هيرجع فوق هنا تاني تقدر تنفذها تاني. في هنا الارقام التراكميه. يعني ايه الارقام التراكميه؟ ده هي اللعبه نفسها. يعني لو جينا هي اللعبه دي لو جينا ضغطنا عليها هيظهر لك اللعبه دي. يعني بيقول لك العب وعد مستوى. هنا لازم تعدي كم مستوى؟ هنا لازم تعدي 3 مستويات علشان تستلم الجايزه دي. في كل مستوى بتستلم 30 من الالمازات دي. تمام. وهنا هنخش على الهدايا المفتوحة. الهدايا المفتوحة دي اللي هي الإعلانات اللي بنسمعها على اللعبة. يعني مثلا لو جينا سمعنا إعلان هنا، الإعلان ده بقى اللي أنا بسمعه هنا هو اللي بيتحسب ليا في الهدايا المفتوحة. تمام. الوقت المتواجد عبر الإنترنت بيقول لك خليك فاتح اللعبة لمدة 1800 ثانية.
تمام. دعوة الأصدقاء هعرفك ازاي تدعو الأصدقاء دلوقتي. هنطلع تاني كده، نرجع واحدة ونخش هنا على السهم، هيظهر لك الواجهة دي. هنضغط على الدعوة، وبعد ما ضغطت على الدعوة عايز تدعو بقى صديق علشان تاخد الهدية بتاعتك. لما بتدعو الصديق بنعمل أدع صديق. هنا بيقول لك تم نسخ بنجاح. دي الرابط بتاع اللعبة. تمام. وهنا دي المعرف اللي هو رمز الدعوة. رمز الدعوة اللي هو كود الدعوة بالمعنى الأصح، اللي انت بتحطه اللي صديقك بيحطه علشان يجيله هدية، علشان هو نزل اللعبة من الرابط اللي انت بعتهوله. على حاجة اسمها التنشيط، اللي هي دي بتضغط عليها، اللي هي المدعو الخاص بك. نضغط عليها كده وبعدين نضغط يرجع ادخال رمز الدعوة هنا، وبعدين بننسخ الرمز بتاعنا هنا كده، وبعدين بنضغط على علامة صح وبنعمل بالتأكيد على طول. يعني هو عشان الرمز ده بتاعي فمش هينفع على طول. بيقول لك ايه، ادخل رمز الإحالة الخاص بك للحصول على 500 ألماظة. تمام. وبعدين نطلع كده، وكده احنا شرحنا دعوة الأصدقاء. المطابقة دي بقى اللي هي ايه بالمعنى الأصح، اللي هي يعني الليفلات، الناس اللي هم مستلمين، اللي هم سحبوا فلوس، يعني اللي سحبوا فلوس من اللعبة. يعني هنا عندك برضو واحد سحب فلوس، بس انا لسه صفر، ما سحبتش اي فلوس لسه. هعمل لك فيديو لما اسحب فلوس. هنا برضو في يعني شوية حاجات برضو، يعني لازم تقرا برضو المعلومات دي علشان تفهم كل حاجة. ودلوقتي هنخش على طريقة السحب. طريقة السحب عندك هنا عملتين، الألماظة والعملة الخضراء. تمام. لو جينا ضغطنا على الألماظة كده، هنا في الألماظة بقول لك الحد الأقصى، يعني 1200 ألماظة بيساوي جنيه. فاهم حاجة؟ دي القاعدة، مش في كل لعبة بيجي لك قاعدة. هي دي القاعدة بتاعت اللعبة دي. بقول لك 1200 ألماظة بتساوي 1 جنيه، وانا معايا كام؟ 600 ألماظة. وهي اللعبة اصلا سهلة فمش هتاخد معاك وقت. وهنا تقدر برضو تقرا القواعد دي. تمام. وهتعرف كل حاجة، وتعرف كل حاجة عن السحب. تمام. لو انا دلوقتي عايز ادخل الرقم اللي انا عايز اسحب عليه علشان اسحب فلوس، هنضغط على كلمة انشاء حساب اللي هي تحت دي كده، وبعدين تختار المحفظة اللي انت عايزها. وهنا بيقول لك برضو في شرط، هنا برضو بيقول لك التكلفة، يعني الرسوم اللي هياخدوها منك 2.5%. يعني انت مثلا هتسحب 5 جنيه هياخد منها 2.5%، تسحب 10 جنيه هياخد منها 2.5%. هنا بقى بتدخل الرقم بتاعك. تمام. رقم المحفظة مكون من 11 رقم يبدأ ب01. 01 يعني 010 012 011، يعني الرقم اللي انت هتختاره. تمام. عندك فودافون، اتصالات، اورنج. وبعدين بتدخل الاسم بالكامل، اسم المحفظة او اي اسم عامة، مش لازم اسم المحفظة نفسه. يعني بتختار المحفظة مثلا زي فودافون، وبتدخل الرقم وبتدخل الاسم، وتعمل بعدها بعد ما بتدخل المعلومات دي كلها وبتعمل كلمة بالتأكيد وبعد على كلمة سحب، فبتسحب لك كل فلوسك. وبرضو العملة الخضراء هي نفس الطريقة، بتعمل انشاء حساب وبتدخل هنا، وهنا بتختار المبلغ اللي انت هتسحبه وبتعمل سحب. وبرضه تقدر تقرأ القواعد دي وهتفهم برضه كل حاجة. بتعمل كلمة سحب وكده بتسحب فلوسك. ودي كان في نهاية الفيديو. لو استفدت بالفيديو معلومة واحدة فقط، ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وتفعل زر الجرس وتشير رابط القناة لأصدقائك علشان يستفادوا زي ما انت بتستفاد. ما تنساش تتابع قناتنا في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.